محمود، بقول لك ايه، ما تقوم تعمل حلقة عن فيلم ريستارت يا ابني؟ لا 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 يا عم، انت مش داخل انا فيلم لتامر حسني. يا عم اعمل عليه حلقة يا عم، قوم بس قوم بس. بقول لك مش هدخل فيلم انا لتامر حسني، مش داخل فيلم لتامر حسني خلاص. انا شفت فيلم ريستارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى بس قبل اي حاجة نعمل سبسكرايب ونعمل كومنت ونعمل لايك على الفيديو دوت، شكرا جدا ليكم. انا اتفرجت على فيلم ريستارت صراحة، وانا داخل الفيلم كنت داخل الفيلم دوت على مضض، يعني ما كنتش داخل حاسس ان مثلا الفيلم هيبقى جامد او كده. انا شفت كام ريفيو الناس شكرت فيه، فانا قلت ادخل اشوف الفيلم دوت بيقول ايه. بصراحة انا دخلت الفيلم وهنشوف دلوقتي بقى هل الفيلم يستاهل يتشاف ولا ما يستاهلش. طب الفيلم حلو ولا لا من وجهة نظري؟ تعال نشوف. فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت. فيلم ريستارت بيحكي عن محمد المهندس اللي عايش في عيلة بسيطة، اللي المجتمع حواليه وحتى عيلته متأثرة بالسوشيال ميديا جدا، وبقت هي محور اهتمامهم، والفلوس بقت محور اهتمام العيلة ديت، ومحور اهتمام العالم كله. يعني محمد كان عنده فكرة بسيطة في الأول، المفروض فكرة هادفة يعني، وشايف إن الفكرة بتاعته مش جايبة نتيجة، وإن الناس بتجري ورا التفاهات أكتر، والتفاهات هي اللي بتجيب فلوس. فمن هنا عيلة محمد بدأت تدخل في حتة السوشيال ميديا وفي التفاهات، في اللي هي تبيع نفسها عشان خاطر يجيب الفلوس. ديت رسالة الفيلم، وهي ديت اللي مبني عليها الفيلم كله. وصلت بقى ازاي، والطريقة اللي الرسالة ديت اتقدمت لنا بيها، هي دي اللي عندي معاها مشكلة شوية. الفيلم دوت مصنف كوميدي. طيب تمام، الكوميديا في الفيلم هل أدت دورها؟ شوية، مش قوي. مش هقدر أقول إن الكوميديا كانت حلوة، ولا هقدر أقول إن هي الكوميديا كانت وحشة. الكوميديا كانت جاية من وجهة نظري أنا، من محمد ثروت بس في النص الأولاني في الفيلم. طب بقية الفيلم فين؟ تقريبا ما كانش فيه كوميديا. النص الاولاني اللي هو تقريبا تقدر اول نص ساعه، اول 45 دقيقه، كان فيه كام نكته حلوه، كان فيه كام حاجه كويسه. الكوميديا كانت جايه من ناحيه محمد ثروت بس، مفيش اي حد تاني حاول يأدي الكوميديا. الكوميديا اللي طلعت من هنا الزاهد ومن تامر حسني هي كوميديا تامر حسني اللي احنا عارفينها من ايام، مش عارف اقول ايه، يعني من اول فيلم عمله في حياته تقريبا، ومن ايام سيد العاطفي، ومن ايام الافلام القديمه بتاعته. هي نفس الكوميديا، هي نفس الطريقه، هو نفس طريقه التمثيل، مفيش اي حاجه اتغيرت. مفيش اي جديد خالص في طريقته هو، بس كل حاجه اللي بتتجدد فيه دقنه. بصراحه دقنه بتقعد بتكبر بشكل غريب جدا، بس غير كده لا. يعني وشه بقى مربع اكتر ما هو وش بني ادم طبيعي. فده الحاجه الوحيده اللي بتتغير في تامر حسني. اما تامر حسني كاداء او كتمثيل او اي حاجه، مفيش حاجه اتغيرت. فكوميديا تامر حسني ما جابتش معايا نتيجه بصراحه. هو كان في المشهد بتاع الهام شاهين دوت، وبرده ما كانش احسن حاجه في الدنيا يعني. اتكروت كده بسرعه، وما كانش، وكان في كمان يعني برضو نكته هنا ونكته هنا، مش احسن حاجه، اللي هي ممكن لو شفتها مع الاسره وبتاع مش هتضحكك برضو. فما جابش معايا نتيجه قوي. فايجابيات الفيلم بالنسبه لي ان كان في رساله كويسه متقدمه من اول الفيلم خالص، والكوميديا بتاعت محمد ثروت في النص الاولاني من الفيلم كانت كويسه. هي دي ايجابيات الفيلم. ندخل بقى على السلبيات، وان رساله الفيلم ان هي ان الناس بتجري ورا الفلوس ومستعده تبيع نفسها، والحاجات اللي احنا شايفينها في المجتمع بتحصل دلوقتي. هي دي رساله الفيلم الواضحه والصريحه. ومن هنا بقى يدخلنا على السلبيات، عشان رساله الفيلم واضحه وصريحة وباينة قدامنا من أول دقيقة تقريبا. الناس مندمجة جدا في السوشيال ميديا، والناس ماشية ورا الفلوس، مستعدة تبيع نفسها ومستعدة تعمل أي حاجة وتهين كرامتها و كل ده كان واضح من أول دقيقة في الفيلم. ليه كل مرة يجي فرصة تقعد تعيد نفس الكلام وتدينا ده؟ الناس بقت بيحصل لها، والناس بيحصل فيها، والناس بقت بتجري ورا الفلوس. طب ما احنا عارفين، طب ما احنا شايفين السينما عبارة عن شو دون تيل. انت بالفعل وريتني، ما تقولش بقى. كمل في اللي انت عامله ده. ما كانش مدي فرصة 1% ان يعني ان هو يخلينا نفكر حتى، او يخليه ان القصة هي اللي تتحكي. لا، ده كان لازم يقول لك كل مرة. لو مش هيقولها بالكلام وهو قاعد مع حد بيحكي له، لو مشهد واحد قاعد لوحده، هيجيب فويس اوفر يقعد يحكي نفس الموضوع او يعيد نفس الكلام تاني. كفايه يا جماعه، مش كده يعني. احنا عارفين خلاص ان السوشيال ميديا منيله بنيله، وان الناس بتجري وراها وبتبيع نفسها وبتهزق نفسها و عشان خاطر الفلوس، والعقود اللي بتتعمل عشان خاطر بايع نفسك للراجل دوت. كل الكلام ده جميل ومفهوم، وانت وريتهوني. ليه تقعد تعيد وتزيد فيه؟ انا ما فهمتش بصراحه. وفي كمان
حاجة غريبة جدا حصلت، إن شخصية تامر حسني في الفيلم كانت رافضة الموضوع دوت من البداية، جملة وتفصيلا رافضة فكرة إن يا جماعة مفيش موضوع بقى إيه، إن إحنا نعمل سوشيال ميديا ونمضي مع الراجل، لأ، رافض 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 على طول الخط، ومفيش 1% حتى تفكير. تمثيله بيقول لك إن الموضوع ده منتهي معاه. وكانت خالته، ناسي كانت مين، أيوة بتقولها بصراحة، كانت معاه برضو بتقول له ايوه ما ينفعش كده وانتوا خلاص، العيله هتروح مني ومش هتروح مني، وانت العقل الوحيد اللي فينا وانت المتربي الحلو. كلام جميل. فجأة بدون اي مبررات، هم ماشي، هنا الزاهد وتامر حسني ماشيين في على النيل تقريبا ولا ايه، فبتقول له انا مضيت، راح جاي ماسكها، مضيتي ليه ومش مضيتي ليه وبتاع. كات المشهد اللي بعديه بيمضي. ازاي بقى؟ اقنعني. انا ما فهمتش يعني ايه، طب مضيت ليه؟ هل في اي حاجه حصلت؟ طيب انا عارف النكته بتاعت المفارقه اللي هي تقعد تقول حاجه لا لا لا، والمشهد اللي بعديها بتعملها، دي نكته معروفه بتتعمل من زمان، بس كان بيبقى ليها تبريرات. احنا عندنا نكته مشهوره جدا اللي هي بتاعت نورماندي، اللي هي كلمتي مش هتنزل الارض ابدا. دي نكته مشهوره ومعروفه وبتقوم على نفس الاستراكشر تقريبا. كلمتي مش هتنزل الارض ابدا، حنفي هتنزل المره دي. في حنفي اتقالت خلتنا نعرف هي ليه الكلمه نزلت وليه نورماند عامت بعدها. وفي الكلمه ديت هي ميم يعني، معمول بقاله، احنا بنقولها بقالنا 60 سنه عشان خاطر مفهومه. اما انا مثلا عمري ما هاجي في يوم من الايام اقعد اقول لا لا لا، والمشهد بعدها الاقي نفسي بعمل حاجه مختلفه. مفيش نكته، فين النكته؟ انا ما ضحكتش. فين؟ قول لي النكته فين وانا هضحك على طول. مفيش نكته يا جدعان، اقسم بالله حاجه عجيبه يعني. يعني تخيل كده مشهد بتاع ابن حميدو دوت، كان هو بيقول كلمته مش هتنزل الارض ابدا، كات نورماندي بتعوم في البتاع وكلمته نزلت الارض. طب ليه؟ الناس ساعتها اصلا كانت هتقول ايه القرف إيه القرف اللي معمول ده؟ ما كانتش هتبقى حلوه. دي مش نكته، بتستعمل كتير في مشاهد كتير في افلام كوميدي، بس بيبقى في ليها شويه مبررات، حتى على الاقل رياكشناتك بتبقى مبينه ان انت بتهزر او مش موافق بنسبه 100%. زي فيلم احمد واحمد، ولما نيجي نعمل عليه الريفيو هنتكلم في الموضوع ده عشان هي حصلت في احمد واحمد، لكن كان ليها مبرر. حتى لو مش مبرر بالكلام، يعني لو مفيش كلمة اتقالت خليته غير رأيه، كان بيبقى مبرر بتعبيرات الوش أو بنبرة الصوت أو بنبرة سخرية أو بإحساسك إن هو مش بيتكلم جد على طول الخط، فيها تمثيل. اللي حصل في الفيلم بتاع تامر حسني هنا، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. فيلم ريستارت هنا الراجل كان على طول الخط جد جدا، ووشه ناشف، وأنا لأ يعني لأ. والمشهد اللي بعديه بيعمل نفس الحاجة. طب ازاي يا معلم؟ انا ما فهمتكش. يعني انا بصراحة ما وصلتليش. وكمان السلبية التانية ان الفيلم يصنف كوميدي، والكوميديا في الفيلم كلها على بعضها ما كملتش 40 دقيقة. النص التاني بتاع الفيلم بعد الاستراحة كلها دراما. دراما، ويا ريتها دراما كويسة كمان، يعني يا ريت الدراما اللي هي تخليك مثلا تعيط، او دراما تخليك تتأثر، او لا. ده كل شويه جايبين لك عمالين يزعقوا في بعض وعمالين. فين الكوميديا يا جماعه؟ ما توريني الكوميديا اللي انت جاي تدهني. انا ما شفتش كوميديا بصراحه. ايه التويستات في الاخر حصلت لذيذه تمام مع الضيف الشرف اللي طلع، مفيش اي مشكله. في نص تاني كامل دراما، ومشهد كده في الاخر حلو. وشخصيه اخو هنا الزاهد ولا ليها اي لازمه في القصه، لو شلتها من القصه ما كانت هتاثر في اي حاجه. هو بس موجود عشان هو يكون موجود، يعني انا مش عارف هو موجود ليه. يعني انا اتكلمت دلوقتي، هل جبت سيرته في القصه اللي انا قلتها؟ لا. اتكلمت عن محمد ثروت دوره مهم، اتكلمت عن تامر حسني، عن هنا الزاهد، عن باسم سمرة دوره مهم. هو عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه، بس محطوط عشان يجيب لنا كام حفله وكام اغنيه موجوده في النص وخلاص. فانا بالنسبه لي بصراحه الفيلم يعني حاسس ان انا اكون مثلا اقدر اقول ان انا ضيعت فلوس عليه بامانه، دخلت الفيلم على الفاضي. وبعد كمان لما نزل بفتره طويله عشان خاطر قلت لنفسي هعمل عليه فيديو وبتاع، بس انا ندمت ان انا دخلت الفيلم ده، بس عملت عليه الفيديو وخلاص. الفيلم بالنسبه لي 3.5، 4 من 10 بالكتير. بس كده، ده اللي عندي اقوله على الفيلم ولو عندكم آراء مختلفة عادي مفيش أي مشكلة. الناس بتشوف الحاجة بنعينيها هي بطريقة مختلفة، مش شرط رأيي يبقى هو رأيك ورأيك يبقى زي رأيي. الناس مختلفة في الموضوع، فقول لي رأيك إيه ونتكلم فيه في الكومنتات تحت. شكرا جدا. مع السلامة.